كذلك لاعب كاميلو سيكانينغ اللاعب المتسوالي اللي كيساعد تغادي فرصه ولكن مطالبه ضربه الجزاء. الحكم كيطالب بوسط فرصه والهدف الاول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب يونس النجاري. فرحه كبيره للاعبي فريق الرجاء بهذا الهدف اللي جاء بعد ضغط متواصل من لاعبين ديال فريق الرجاء. فرحه كبيره للجماهير الرجاويه بهذا الهدف. اذا يونس النجاري كيتمكن من الوصول للشباك بعد ما تابعنا كان هناك مرة اللقاء كما سنتابع. كرة مشات من الجهه اليسرى، تمريره داخل منطقه الجزاء. هنا التدخل، الحكم طلب مواصله اللقاء، تسديده، كرة تصل ليونس النجاري الذي يضع الكرة في الشباك في انتظار اكيد هنا كنتابعوا لمسه يد على ادريس الجبلي. الحكم طلب مواصله اللقاء، كيقول ما كاين اي شيء. وصلت الكرة ليونس النجاري، الكرة اللي وصلت بالخطا بعد ما لاحظوا كرة التقطت برجل المدافع من زاويه اخرى. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. كان هناك ارتباك على مستوى الدفاع ديال فريق المغرب الفاسي. وصلت الكره، دائما حديث بين حكم المباراه وبين اللاعبين ديال الفريقين. اكيد مباراه مثيره بين الفريقين. المغرب الفاسي امن بكل حظوظه حتى الوقت بدل الضائع. اذا الحكم كيطلب وضع الكره في نقطه الجزاء. اذا ضربه جزاء لفائده فريق المغرب الفاسي. فرصه من اجل العوده في النتيجه. الحكم دائما كيطلب من اللاعبين انه يخرجوا خارج مستطيل العمليات. غادي نتابعوا الصوره بالنسبه هل كان هناك وضعيه تسلل من خلال اللقطه الاخيره للاعب انس الطاهري. كيبان انه كان في وضعيه سليمه من خلال الصوره اللي تابعنا. اذا الحكم دائما في حديث مع اللاعبين، كيطلب اللاعبين يخرجوا خارج مستطيل العمليات من اجل تنفيذ هذه ضربه جزاء في انتظار الصافره ديال حكم المباراه. سفيان بن جديده يسعد للتنفيذ. بن جديده يضع الكره في الشباك وهدف التعادل لفائده فريق المغرب الفاسي. تابعنا المهدي الحرار، مشى الكره لكن التسديده كانت قويه، الكره تستقر في مرمى وفي شباك الحارس المهدي الحرار. هدف التعادل لفائده فريق المغرب الفاسي بواسطه اللاعب سفيان بن جديده. وفرحه جماهير قليله ديال فريق المغرب الفاسي بهذا هدف التعادل اللي جا في الانفاس الاخيره. نتابع، لاحظوا سفيان بن جديده يسدد. اعتقد المهدي الحرار يمكن لمس الكره بهذا الشكل بالفعل، لمس الكره كان بامكانه يتصدى لها لكن تلعبت بكل قوه والكره في الشباك. هدف تعادل لفائده فريق المغرب الفاسي. فرحه كبيره كذلك اللاعب سفيان بن جديده الذي يعتذر للجماهير. اكيد لاعب اللي